السلام عليكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده عن رائحه الفم الكريهه. سوي لايك شير سبسكرايب ودعمت على الفيسبوك، مش غلط انكم تسووا منشن لاصدقائكم. نبدا بالحلقه على طول. عزيزي المتابع الجميل، في معنا 3 طرق نقدر من خلالها نعرف اذا كان في معنا رائحه فم كريهه او ما بيش معنا رائحه فم كريهه. خلينا نشرح لكم هذه الطرق. معنا الطريقه الاولى عزيزي المتابع اللي هي تكون مضمونه وتجيب نتائج فعاله في كل مره بتجربها. بس لازم تشوف شخص عزيز ومقرب عليك وتروح تنفخ بوجهه، حيقول لك بعد يا ابني، تزيد تنفخ بوجهه، تنسى الكف، تعرف انت كذا معك رائحه فم كريهه. عزيزي المتابع الجميل، فلنفرض انه طريقه الكفوف ما نفعت معك، باقي معك طريقتين. واحده من هذه الطرق انك تجيب باطن يدك وتمسحها بلسانك وتغلقه وتستنى دقيقتين وتشمه، نفس الرائحه حتكون موجوده في فمك، وتروح تغسل يدك بعدها. اما الطريقه الاخيره عزيزي المتابع هي تجيب جلاس او كوب وتخلي فيه كميه مناسبه من لعابك وتغطيه لمده 5 دقائق، وبعد ال5 دقائق تفتحها تشمه، حتشوف الرائحه نفسها هي اللي موجوده في فمك. عزيزي المتابع، اذا انت بتعاني من رائحه فم كريهه فهي غالبا بتكون بسبب 5 مشاكل حذكرهم واذكر الحلول تبعها. المشكله الاولى عزيزي المتابع هي عدم الانتظام على تفريش الاسنان وبقايا الطعام اللي تجلس داخل فمك. حلها بسيط، انك تنتظم 2 مرات في اليوم تفرش اسنانك وتستخدم الخيط الاسنان قبل ما تفرش اسنانك، لانه بقايا الطعام الموجوده بين الاسنان صعب انها تنشال بالتفريش فقط. اما السبب الثاني فهو بسبب العادات السيئه مثل التخزين والدخان والشيشه والى ما ذلك. حاول تقلل من الموضوع. في معنا السبب الثالث اللي هو يعتبر سبب نادر حدوثه نوعا ما، اللي هو بسبب امراض المعده. نسبة حدوثها بتكون 3%، يعني من بين كل 100 شخص بيصابوا فيه 3 أشخاص فقط. علاجك مش عند طبيب الأسنان بهذه الحالة، أنت شخص مميز ومحظوظ جدا، فتروح تراجع طبيب المعدة. أما السبب الرابع عزيزي المتابع هو بسبب أمراض اللثة والتسوسات اللي في داخل فمك. حلها أنك تروح تصفي كل المشاكل الموجودة في داخل الفم عند طبيب الأسنان وتعالج التسوسات، وتلتزم بالزيارات الدورية اللي هي كل 6 أشهر عند طبيب الأسنان. والسبب الخامس والمهم عزيزي المشاهد انك ما تسوي منشن لاصدقائك في الفيسبوك. روح سوي منشن لاصدقائك في الفيسبوك، اشترك بقناتي على اليوتيوب، فعل زر الجرس عشان توصلك الحلقات الجديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.